بيسأل عن حكم الصلاة مع حبس البول. لا، يعني الصلاة يجب أن يدخلها الإنسان وهو متفرغ لها تماما. عبدي تفرغ لعبادتي. والصلاة يجب أن يخشع فيها الإنسان لأنه بين يدي الله عز وجل، ولا يجوز للمصلي أن ينشغل بغير صلاته وبغير الخشوع لله رب العالمين. فحبس البول يصرف المصلي عن الخشوع، يصرفه عن الخشوع، ولذا جاء النهي كما في الحديث الصحيح: لا صلاة بحضرة الطعام. الإنسان اللي هو يكون في حال الجوع والطعام أمامه أو الطعام بين يديه وأذن مؤذن الصلاة يأكل أولا حتى يتفرغ وحتى لا ينشغل بأمر الطعام وشهوة الطعام وهو في الصلاة. كذلك وهو يطارده الأخبثان، اللي هو البول والبراز، البول والغائط. لا يجوز لمن يحبس البول أن يدخل في الصلاة وهو حابس، ولا لمن يحبس الغائط أن يدخل في الصلاة، لأنه سيكون مشغولا وذهنه سيكون مشغولا وينتفي معه الخشوع. نعم.